السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي مطبخ وصفات مغربية مصرية. اليوم غنحضر معكم واحد الحلوة اللي كتجي سهلة بزاف، حلوة ايام الزمن الجميل ديالنا بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات في كل بيت. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندي هنايا واحد ربع كيلو ديال الزبدة، مارغرين ولا الزبدة اللي كتخدموا بها الحلويات ماشي مشكل. كاس الا ربع ديال السكر سنيدة، ممكن تعوضوا بسكر كلاصي الا بغيتو، سكر حبيبات ماشي مشكل. هنا عندي كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، يستحسن تكون زيت نظيفه. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه، ممكن تحطي الفانيليا، ممكن تحطي باش اللي بغيتي تنسمي. وهنا زدت واحد المعلقه كبيره عامره ديال ماء الزهر، ممكن تنسمي كيف ما قلنا بالحاجه اللي انت تبغيها. انا درت هنايا معلقه القرفه، كتعطي واحد اللوغو رائع 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 جدا. وكيف ما قلت لكم، في عوض الفانيلا درت ماء الزهر والقرفه. غنخدم هذا الخليط كامل مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. بصراحه خدمت بيديا، ما كاين ما احسن من خدمه اليد. عندك الميكسور ولا ممكن ديري كل شيء في الخلاط ماشي مشكل، يعني الطريقه اللي غتريحك والانسب ليك. كيف ما قلت لكم كنخلطوا المكونات مع بعضها. هنا عندي واحد الكاس ديال الزنجلان اللي محمر، وعندي زلافه عامره ديال الكاوكاو محمر ومطحون. زنجلان درتو كيف ما هو صحيح، غير هو محمر في الفران. كاوكاو كتحمريه، ممكن تعوضيه باللوز بالقرقاع باي نوع من المكسرات، وممكن تحطيه حتى الزبيب، ولكن بشرط انك تقطعيه. هنا عندي الدقيق، اللي هو الدقيق الابيض، جميع الاستخدامات، يكون نوعية جيدة. فهنا غنضيف الكميه اللي غيشرب ليا الخليط. المهم الخليط هنا العجين كيكون ماشي قاصح وماشي مرخوف بزاف. وغنوريكم شحال تبقى ليا في الاخر. عندي كيس ديال خميره الحلويات عفوا، كندير كامل اللي هو 16 غرام. كناخد الدقيق كيف ما قلت لكم على حسب الكميه، تنجمع الخليط. وفي الاخر غنوريكم شحال تبقى ليا من هذاك الكيلو. كنجمعوا الخليط بهذا الشكل، ما كندلكوش، غير كنحاولوا ندخلوا داك الدقيق مع المكونات كامله. هاد الحلوه ديال زمان صراحه كانت ديرها لينا الوالده، فكتجي بنينه 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 بزاف ومعلكه، كتجي هكا صراحه راه معروفه عندنا اللي هي حلوه ديال السكر كلاصي. كنجمعوا الخليط كيف ما قلنا. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتكون بهذه الكيفيه. كتكون ماشي ناشفه بزاف وماشي طريه بزاف، كتكون كتقدري تكوريها باش تشكليها، لان حنا غادي نديروها بداك المنقاش اللي سنقشوا به من الفوق. بقات لي حوالي 4 كيلو من هذاك الكيلو، هاد الكميه اللي بقات لي من الكيلو كامل. فهنايا غادي نبداو باش نشكلوا الحلوه ديالنا. ممكن ديريها بداك الطابع بحال شكل، كاين واحد الطابع صغير هكا كدير، ممكن اي طابع انت كيعجبك ديري بيه. انا درتها بهذا المنقاش، او ما عرفتش سميتو بالضبط، ولكن كيقولوا لي تقريبا المنقاش. كتزوقيها بهاد التشكيلات هادو كيف ما كنا كنديروا لها زمان. كانت صراحه كتجي واحد الريحه ديال هاد الحلوه غزاله بزاف بزاف بزاف. كديري شكيلات اللي كيريحوك، يعني بحال هادي درناها بهاد الشكل هذا، وتبقاي تلعبي فيهم بالشكل اللي بغيتي. عندك دوك المراشم اللي كيخدموا بهم شكيلات، راه غديري بالمرشم وتريحي راسك بلا ما تسمحلي بهذه الطريقه هذه انك تعودي تذوقيها بالمنقاش. كنطيبوها على درجه حراره، كنسخنوا في الاول الفرن على درجه حراره عاليه مزيان كيف ما كنديروا ديما. كنسخنوا الفران مزيان مزيان مزيان. من بعد ملي كندخلوها كنقصوا الفران على درجه حراره مهيله باش كطيب على خاطرها وما تفرقعش لينا. كتجي لان حنا ديرنا فيها 16 غرام ديال الخميره. ف تبارك الله كتجي منفوخه هكا وكتجي كبيره. ومن بعد كندردروها بسكر كلاصي كيف ما غتشوفوا معايا في نهايه الفيديو. كتجي صراحه ما تشبعيش منها، واحد الريحه كتطلق كتعطي، خصوصا داك اللوغو ديال القرفه رائع 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 جدا. حاولوا تجربوا هاد الطريقه، اكيد الاغلبيه يعرفوا هاد الحلوه. هادو شكيلات ديال النقشه ديال هاد الحلوه كيف ما كتشوف معايا، سهله جدا. مكاينش اللي ما كيعرفش ما يديرش بحال هاد النقيشات. غنكمل معاكم.
كيف ما كتشوفوا. ومن بعدها ندخلها الفران ونخرجها ونتلاقاو. هذا شكل اخر كيف ما كتشوفوا معايا، غير الاشكال اللي انا درتها. كيف ما كتشوفوا كتجي هائله. هنا من بعد ملي خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي محمره، كيجي الشكل ديالها غزال بزاف. انا باقا سخونه، ما تحاولوش انكم تهزوها من اللاطه وهي سخونه، انا غير باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. كتجي محمره واخده واحد اللون واحد ذهبي، كتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، محمره من التحت ومن الفوق وطيبه مزيان من الداخل، لان حنا كنطيبوا على نهر مهيله. كتجي غزاله صراحه، وكنخليوها حتى كتبرد مزيان عاد كنفندوها في السكر كلاصي وندردروا عليها من الفوق، ماشي مشكل. انا هنايا غادي نحاول نحيد هذوك المحمرين مزيان، وهادو اللي باقي الفوق بحال هكا غنحطهم في الوسط ونعاود ندخلهم الفران. ومن بعد غنتلاقاو في الشكل النهائي من بعد ملي نخرجوهم. هذا الشكل النهائي ملي خرجناهم من الفران. وفي هذه اللحظه غادي نزينهم بالسكر كلاصي. كيف ما قلت لكم نتوما ممكن تفندوا وحده وحده باش تعمر مزيان بالسكر كلاصي. كتبغوا السكر قليل فانتوما غدردروا عليهم كيف ما انا غادي ندير لهم الفوق. كيجيو بهذا الشكل هذا، المنظر ديالهم كيكون زوين، وفي نفس الوقت ما كتهش لك بزاف ديال السكر. الناس اللي كتبغي يكون مسكر بزاف فهي غادي تحطوه في تفندها مزيان في السكر. وممكن تخليوهم كيف ما هما كيبقاو بحال شكل المعمول، ممكن تخليها كيف ما هي باش نفس الشكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي غزاله، واحد الريحه ديال الحلوه وهي في الدار كتكون هائله هائله، خصوصا ديك الريحه ديال القرفه. ما نعاودش لكم اللوغو ديالها اكثر من رائع. غنحاول هنايا نوريكم كيفاش كيجي رطب بزاف، هشيشه كيف ما كتشوفوا، دايبه دايبه دايبه. اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. جربوا هاد الحلوه كتجي غزاله بزاف، ومن ريحه الزمن الجميل ديالنا صراحه من وحنا صغار. ما تنساوش اللايك والاشتراك كيف ما قلت لكم. عيد مبارك سعيد، خلي لكم الصحه والسلامه والتيسير والرزق، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.